السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص القرار الجديد اللي نزل اللي هو تمديد تأشيرة العمل المؤقتة. نحن عارفين إنه في تأشيرة جديدة اسمها تأشيرة عمل مؤقتة مدتها 3 أشهر. كان العامل يجلس 3 أشهر هنا ويسافر، ما تتمدد من هنا. الآن صارت تتمدد 3 أشهر إضافية، تجلس 6 أشهر، بعد 6 أشهر لازم تغادر وترجع بفيزة عمل جديدة اللي هي مؤقتة إذا كان صاحب العمل يبغاك. الآن أضافوا فيزة العمرة أو تأشيرة العمرة بالأصح. تأشيرة العمرة الآن صارت تتمدد من المملكة، يعني إذا جيت عمرة 3 أشهر تقدر تمدد 3 أشهر إضافية من داخل المملكة بدون ما تسافر إلى اليمن وتسوي عمرة جديد وطلب جديد للعمرة. خلاص الآن تتمدد من داخل المملكة. فبس الطريقة والآلية إلى الآن ما هي واضحة. أول ما توضح إن شاء الله نبشركم ونقول لكم كيف طريقة تمديد العمرة.